ومن المنام البحرينية كان من المفترض أن يكون معنا أمس، لكن الآن يلتحق بنا بعض الظروف منعتنا. حسين المقهوي الدولي السابق لاعب الأهلي الذي انتقل إلى الأهلي السعودي أهلي جدة يوم أمس رسميا من الفتح بطل الدوري في الموسم الماضي. حسين مبروك الصفقة، أهلا بك. كيف قضيت ليلتك الأولى وأنت أهلاوي؟ اهلا اهلا وسهلا فيك اخوي بتال. قضيتها والله صراحه كنت متعب. كان اتصال بيني وبين وكيل اعمالي، وكان بيني وبين اللي صراحه اشكره من كل قلبي الامير فهد، كان هو اللي متواصل معاي دائما. نعم. كانت متعبه بحكم انا كنت سهران طوال اليوم، يعني انتظر متى يخبرني وكيل اعمالي عشان اجي وكذا ونتفاهم بالصفقه. وكان في نفس الوقت والله كان عندي ظرف، واخوي الصغير مريض مره تعبان، فمن كذا انا من كلا الحالتين كنت متوتر يعني، لكن الحمد لله عدت على خير يعني. طيب حسين، لم تستغرق المفاوضات وقت كبير مع انه كان عندك مفاوضات سابقه من انديه ثانيه، ولكن الفتح دائما كان يرفض. هل مره لانه عقدك اقترب على النهايه وافقوا، او انت اصريت على الانتقال؟ لا والله يمكن صحيح هو عقدي بينتهي نهاية الموسم هذا، ولا بداية الدوري ينتهي عقدي كذا. يمكن جاتني عروض، لكن العروض ما كانت الجدية مرة يعني للرسمية، ما عدا في كلام صحيح وفي كان أعضاء شرف، لكن ما كان الشيء رسمي. جاء النادي الأهلي وجاء الأمير فهد. صراحة صار الموضوع جدي، كلمني وكيل أعمالي اللي هو تركي الزهراني، قال لي عن العرض وكذا. قلت له أنا يشرفني يعني، لكن تدري النظام الأول والأخير القرار لإدارة الفتح، إذا خلتني أروح يعني ما هذا الاحتراف، وجلست أنا راح أبقى وألعب يعني لآخر يوم في نادي الفتح. جميل. طيب كيف ترى نفسك في الأهلي؟ اخترت الأهلي لأنه عرض مادي، ولا فنيا أيضا هو مناسب لك لطريقتك؟ لا والله بالعكس، خلاف المادة راح تجي يعني. أنا يعني الحمد لله أول شيء إني طموحي كبير، ويعني ولا أقلل من نادي الفتح، بالعكس نادي الفتح نادي كبير، وجبت معه بطولتين اللي هي الدوري وكأس السوبر. لكن جيت لنادي الأهلي بعد قلت لك طموحي كبير، إن شاء الله أنه يعني يكون الموسم هذا الجاي موسم يا رب يعني حافل بالبطولات إن شاء الله، وما هي صعبة في كرة القدم أبد. يعني احنا حققنا الدوري، ما في شيء صعب يعني بكرة القدم أبد، لا مادة لا شيء، بالعكس هي إصرار وروح وعزيمة، وإن شاء الله أن ناخذ كل شيء. طيب إن شاء الله يعني أكون فال خير على نادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. حسين، اتكلم عن الطريقة الفنية. أنت لاعب، أنت أسلوبك اللاعب الفنان الهادي اللي يلعب بالمخ، على قولتهم بالشوكة والسكين. يناسبك هذا يعني؟ تحس أن هالطريقة مناسبة لك في الأهلي، أنك ممكن يعني تكون مع رتم الأهلي السريع؟ ليه أنت شايفني مو سريع أول؟ لا ما أتكلم عن السرعة في الركض، أتكلم السرعة في الأداء. لا ان شاء الله اني انا ما جيت النادي الاهلي عشان شيء معين، بالعكس انا جيت عشان اخدم واعطي كل مجهودي صراحه. والرتم زي ما قلت راح يجي مع مو شرط بدايه المباراه مباريتين، راح اتعود واتاقلم مع المجموعه، وباذن الله راح الله يوفقني ويعطيني على قد نيتي، وان شاء الله انا بشتغل يعني بمساعده زملائي اللاعبين بعد، والجمهور يوقف معنا، وان شاء الله زي ما قلت لك بنال رضاهم ان شاء الله باذن الله. حمدان الحمدان بيلحق فيك؟ ايش؟ حمدان الحمدان زميلك بيلحق بك في الاهلي؟ ايش؟ والله كل شيء جاهز، انا ما ادري عن شيء يعني، انا ماني وكيل اعمال ولا. انت مو وكيل اعمال، بس سالك هو وسالته بعض انه ممكن كان في بحديث بينكم انه ممكن كلكم تنتقلوا. والله
والله حديث كان العام، كان حمدان كان يجي الأهلي ومطروح اسمه، لكن أنا حاليا ما أدري عن شيء يعني. هو في نادي الفتح، وسواء رحل الله يوفقه وإن جلس بعدهم الله يوفقه. الفريق الذهبي للفتح يعني حسين بدأت تنفرط السبحة، بدأت حباتها تنفرط، بدأوا ينتقلون؟ لا بالعكس، فريق الفتح فريق يعني فيه عناصر شابة. يمكن أنا صحيح طلعت وربيع سفياني طلع، ومن قبلي كان أحمد بعبيد، كانوا في لعيبة يعني محمد شريفي وكذا، لكن النادي أنت شايف ما توقف. صحيح مرينا في ظروف الموسم هذا اللي راح، لكن الحمد لله عدت يعني. كنا من بطل دوري لين نغار على الهبوط، لكن الظروف مرت علينا صعبة، مو بس أنا كلاعب، حتى جماهيريا، حتى يعني الإداريين، الجهاز الفني. أنت لو تسأل تقول إيش فيه الفتح، ما راح أحد يعطيك الجواب المقنع مرة يعني. الوضع ما يطمن كان العام، لكن الحمد لله هو الثبوت هذا أهم شيء. وإن شاء الله السنة هذه الجاية هم يشدون حيلهم إن شاء الله ويرجع الفتح كما كان. نرجو لهم التوفيق. والدك يسميك ثنيان الحسا، وأنت تحب الهريفي، تبغى تكون الموسيقار الحساوي. جمهور الأهلي تبغاه يسميك الموسيقار الأهلي ولا الثنيان الأهلي؟ لا والله، لا موسيقار الأهلي ولا ثنيان الهلال، ما أدري. لا موسيقار، كل واحد وأسلوبه أخوي بتال، كل واحد وشخصيته في الملعب. أنا أحترم أول شيء فهد الهريفي، الكابتن فهد ويوسف الثنيان، لهم كل الاحترام والتقدير. لكن أنت كلاعب لازم تكون لك كاريزما خاصة، أسلوب خاص في الملعب، شخصيتك. يعني قلت لك مع احترامي للاثنين، الكباتنا عمالقة وأنا أتشرف فيهم كثير، لكن كل واحد وأسلوبه في الملعب. جميل. ما الذي تحلم به حسين مع الأهلي؟ ماذا تريد أن تحقق مع الأهلي بعد بطولتين سوبر في الفتح ودوري؟ ما في مشكلة أحقق دوري ثاني، وحتى الكاس ولي العهد. يعني أنا طموح لدرجة ما تتصور يعني، والكل يعرفني الحمد لله. أجتهد وأتعب على نفسي كثير. وحتى لو حصلت آسيا، يمكن النادي الأهلي أول كان في النهائي وخسر، بالعكس شرف الوطن. لكن هذه كرة القدم، فوز وخسارة. قدامنا السنة هذه، قدامنا مشوار، والسنين اللي جاية قدامنا مشوار طويل. لازم نتعب، لازم الجماهير توقف ويانا، الأعضاء الشرف، الإدارة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. أرجو لك التوفيق حسين المقهوي، بطل الدوري مع الفتح وبطل السوبر السعودي، والآن ينتقل إلى الأهلي جدة في عقد يمتد إلى 5 أعوام مقبلة. حسين، كنت تبغى تقول شيء قبل ما نختم؟ يبدو لي اشترت لي. اي والله. تفضل. اي والله، انا احب اشكر اول شيء اداره الفتح، واشكر الامير فهد بن خالد. نعم. صراحه هو اللي ما قصر وياي ابد يعني. على طول كان يكلمني، كان حريص على اني ارتدي شعار الاهلي وانا اتشرف فيه. الامير بعد فيصل. أشكر إدارة الفتح، عبد العزيز العفالق، أحمد الراشد، محمد السليم، إبراهيم الشهيل، أشكرهم جزيل الشكر. وحاب أشكر بعد أهل الحساء، صراحة ما قصروا ويانا في الفترة اللي راحت، وأنا بالذات يعني أقول لهم على عيني وعلى راسي، توحشونا، لكن هذه حال كرة القدم. وإن شاء الله أنكم توقفون معي مثل ما وقفتوا معي في الفتح، توقفون معي في الأهلي، وإن شاء الله أكون على حسن ظنكم إن شاء الله. أرجو لك التوفيق. أشكر، قلت لك أعيد وأشكر الأمير فهد، هو اللي صراحة تعب فيها، تعب. أشكره يعني. شكرا جزيلا لك أنت أيضا حسين المقهوي، لاعب الأهلي الذي وقع البارحة الأولى لصالح القمصان الخضراء في جدة. شكرا جزيلا حسين.